المرابطة. السلام على أسراكم وجرحاكم ثواركم وحرائركم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم هنا في أرض روحي المرابطة لنقف مع أهلها وناسها الصامتون ونعلن التضامن الكامل مع الرمز الحقوقي الشامل عبد الهادي الخواجة الذي مضى حتى اليوم 21 يوما على إضرابه عن إضعاف في معتقله، 21 يوما من الصمود والتحدي وبذل النفس والروح بلا حدود. لم يزل الأستاذ يلقي الدروس من معتقله، لا القيد يكسر أنفته ولا التعذيب يحمل إباءه ولا وحشة السجن تخنق عنه مانا ولا الضعف والهزال يبت عن همته. هذا الرمز البطل وجد ليكون مدرسة للصمود، ولد حرا ونشأ قائدا على درب المطالبة بالحق ورفض الظلم، فهيهات أن ينتزع أحد شجرة من أصالة صموده، وهيهات أن ننسى يوما ما ألهمناه قوة الحق وحتمية الانتصار. نبشرك أيها الرمز الصامت أن شجرة الصمود والكرامة التي بذرتها قد أنبتت أزهارا فواحة في هذا الوطن، فلها في كل بلدة نفحة طيب تبعث في نفوس الثوار الأقدام والاستمساك، وتقذف في قلوب الظلمة والمرتزقين الرعب والانكسار. وقد شاهدنا بالأمس كيف صفوا جام غضبهم وانكسارهم على قلب الثورة الناضجة بلدة بني جمر الأبية، فاستباحوها بغل العاطل المهزوم. لم يتركوا دارا ولا روضة أطفال ولا مزرعة ولا محلا إلا تعدوا عليه ودرسوا حرمته، يظنون أن يشفي غليلهم الانتقام من الحجر والبشر، بينما كل جريمة من جرائمهم ستبقى وصفها في جبينهم أبد الدهر. وقد اقترب موعد الثمن ورد الاعتبار، فمهلا إن الله عزيز الانتقام، وستبقى بني جمرة تحرق الطغاة وعصية على الطغاة مرتزقة، وإننا بالابتلاء لابد لهم التحية على صبرهم وصمودهم وتقدمهم في عمليات دفاع القلب وسحق المعتدين. نعاهدك أيها الرمز الفرد أن نبقى على دربك الأبلج سائرا، لن نتنازل عن حقنا ولن نتراجع عن معقدنا ولن نلد القامة إلى أقدام الطغاة وأسلامها، فنحن الثوار نريد مدرسة الصمود والإباء التي كنت ولا تزال في طليعة من أسسها وأرسى نعامها لتكون كالشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها حتى تثمر لهذا الوطن عزا ونصرا وكرامة. ولأسرتك الصامتة التي ألهمت أجيال هذا الوطن معاني التكاتف والتضامن بالحق والعطاء بلا حدود والبذل دون حساب. نقدم ألف تحية وشكر وأصدق تضامن ومعازة ونقول لها إنكم مصداق دعوة العبد المؤمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فنعم العسرة والسرية ونعم السند للثورة والوطن. يا رمزنا ومعلمنا لك النصر كل والنصر، فأنت القابض على جمر الحق والسابق على عدم تشخيص المطلب والجهد به وبذل النفس في سبيله، فالسابقون السابقون أولئك المقربون من الذيل والضغط. اللهم انصر أطفالنا وفرج عن أسرانا وارحم شهداءنا واجعل العدل قدم صدق عندك يا كريم. والسلام عليكم.